وصية حلمي بكر تصدم الجميع. لن تصدق ماذا طلب قبل وفاته. بعد رحيل الملحن الكبير حلمي بكر عن عالمنا عن عمر يناهز 86 عاما، كشفت زوجته سماح القرشي عن بعض الوصايا التي قالها لها الموسيقار الكبير قبل وفاته. وقالت القرشي في تصريحات صحفية إنه قال لها: ما تدخليش في معارك مع حد، ركزي مع بنتك بس، بنتك صغيرة ومحتاجالك عشان تربيها كويس. وأضافت أن الوصية الثانية كانت عدم ذهابه إلى المستشفى، حيث قال لها: ما تودنيش المستشفى، هتبهدل وهموت هناك. لكن سوء حالته الصحية في ساعات متأخرة من الليل أجبرتها على نقله إلى المستشفى، خاصة بعد نصيحة الأطباء. أما الوصية الثالثة فهي مكان دفنه، إذ أوصاها بأن تشتري مدفنا من مدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة على أن يدفن بها. من ناحية أخرى، كشف هشام حلمي بكر نجل الموسيقار الكبير حلمي بكر كواليس ما حدث في الساعات الماضية أثناء نقل جثمان والده من محافظة الشرقية إلى القاهرة. ووجه هشام عددا من الاتهامات إلى أرملة والده سماح القرشي، منها الإهمال الذي تسبب في خطف والده. وتحدث هشام حلمي بكر عما حدث خلال الساعات الماضية بين أسرة والده وسماح القرشي من خلال تصريحات تلفزيونية وصف خلالها هذه الخلافات بقول: شيء مؤسف وحزين، لا أدري لماذا هذا يحدث وعلى ماذا. وتابع هشام حلمي بكر تصريحاته قائلا: لسه عارف إن في أحداث غريبة ومأساوية حصلت خلال الساعات الماضية، وأعمامي تم حبسهم بسبب دفاعهم عن جثمان أبي اللي سرقته أرملته. أرملة والدي حاولت أخذ الجثمان رغما عن الجميع، وعملت تسجيل وأنا في طريقي للرحلة، قلت مفيش حد يدفن والدي إلا بقرار مني أنا. وأضاف هشام حلمي بكر: معرفش عملت إيه، أخدت الجثمان ووضعته في عربية إسعاف، حاولت اختطافه حي وميت، وكانت ناوية تاخده شقة المهندسين، رايحة ترجعه هناك وهو ميت، رغم إننا طالبنا وهو حي إنه يتم نقله لشقة المهندسين. وأكمل: ما كانش فيه تلاجة في كفر صقر، كان محطوط في المستشفى دون تلاجة، وده أمر صعب مش عارف أقول إيه. ونفى نجل حلمي بكر أن يكون خلافه مع أرملة والده حول الميراث قائلا: ليه يحصل كده؟ ما يفرقش معايا ورث، عمري ما طلبت فلوس، أنا عملت حياتي بنفسي، عمري ما طلبت فلوس، وحتى إنقاذي لأبي كان بهدف إنقاذه. واستطرد: كنت أتمنى أن اليومين الجايين نقضيهم في عزا والدي ونواسي بعضنا، لكن الموقف الراهن مضطرب.